الضوء أيضا على ملف آخر، ملف فساد آخر، وما أكثر ملفات الفساد. يعني المبالغ المستحصلة للشركة العامة للتجهيزات الزراعية تم استغلال هذه المبالغ لأغراض غريبة مثيرة للضحك. هل تعلم يا سيدي بحسب ما صرح به سياسيون أو نواب أن بعض الصرفيات استغلت لإيفاد موظفين في وزارة الزراعة للخارج ليتعلموا كرة القدم؟ يعني هذا جزء أنا قلت أنه من الفساد. لعلك لا تدري أنه يعني ريال مدريد يحتاج إلى بعض موظفي وزارة الزراعة لربما يمكن والله للنشء الجديد والله يمكن. يعني نعم أقول يمكن، يعني يمكن أعتقد أن ريال مدريد بحاجة لهؤلاء. ممكن، كل شيء ممكن، لأنه العراق هو بلد العجائب، بلد العجائب. ألا تستحي وزارة الزراعة أو تستحي الوزارات والمسؤولين من أن يعني يرسلوا مجموعة من الموظفين يتدربوا على كرة القدم؟ ثم تعال راجع لي هؤلاء قد أعمارهم. أنا أدري العالم لما يجون يسوون معسكرات تدريبية للناشئة هذول يبدون من 14 سنة و13 سنة حتى يدربوهم. نعم. زين، ما فائدة هؤلاء الموظفين عندما نرسلهم زيادة لياقة سيد علاء. زراعة لو موظفين بريال مدريد والله ما أعرف أنا. يعني لربما يعني قد نحتاج إلى برنامج رياضي يرافق آخر ساعة للحديث عن لياقة هؤلاء الموظفين. نشكر لك وجودك معنا من لندن وعبر سكايب، الكاتب والإعلامي علاء الخطيب. شكرا جزيلا لوجودك معنا.